مساء الخير، اتمنى تكونوا كويسين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. هنعمل النهارده مع بعض بهجة السلطان، اكلة تركي من الاكلات الرائعة. انا بحب دايما اجدد في الاكل، مش كل الاكل بيكون رز وملوخية وفراخ. تعالوا نعمل حاجة جديدة شوية. عشاق البتنجان اللي زيي هيتبسطوا قوي قوي من الاكلة دي. عندي نص كيلو لحمة قطعتها صغير كده بالسكينة، وبصلتين كبار وطماطمتين كبار وشوية توابل هقولكوا عليها. في طاسة على النار هحط معلقة كبيرة سمنة، وطبعا هسخن الطاسة كويس. بعد كده هنزل بالبصل بتاعي وهديله بقى تقليبة لحد ما البصل يدبل. انا مش عايزة البصل لونه يتغير ولا اي حاجة، انا بس عايزاه يدبل وابدأ كده اشم ريحته. لو حسيت ان الطاسة بتاعتي ناشفة شوية هزود شوية زيت زيتون، انا عملت كده. هنزل بعد كده باللحمة، وزي ما اتعودنا ان اي فراخ او لحمة بنزلها في الطاسة بنزلها شوية شوية عشان ما تنزلش ميتها وتنشف مني. هنزل بعد كده بالتوابل اللي هي ايه: توم بودرة، بصل بودرة ده اساسي، فلفل اسود، كزبرة، بابريكا. اساس بقى الوصفة الكمون، يعني نحط كده معلقة مليانة صغيرة، بس برضو ما نكترش زيادة عن اللزوم لان الكمون كتره بيمرر. هنزل بالحاجات دي كلها وهديها تشويحة كده مع بعض لحد ما التوابل تتحمص وريحتها تطلع. هنزل بعد كده بالطماطم، ممكن كمان تزودوا فلفل اخضر، دي اصلا في اصل الوصفة بس انا ما كانش عندي. انا زودت معلقتين صلصة كبار زي ما انتوا شفتوا. وهحط بقى ملح، وبعد كده هحط شوية مية وهبدأ اسوي اللحمة، هغطيها واسيبها على جنب تتسوى. وبعد كده هعمل البشاميل. انا عملت معاكم كتير البشاميل قبل كده، بس المره دي بقى هعمله بشاميل تقيل. انا عايزه احط في الوجبه دي او الطبق ده في ارضيته بيكون بشاميل، بس ما بيكونش بشاميل صايص يعني وجوسي زي البشاميل اللي في المكرونه. حطيت مكعب زبده، حطيت عليه، بدات الاول ب3 معالق دقيق. لو احتاج، لان الزبده بتبقى مجمده فمش ببقى عارفه احدد هي معلقه ولا 2 ولا 3، فانا بمشي بالاحساس اكتر في موضوع البشاميل ده. حسيت ان الزبدة والدقيق كده مندمجين مع بعض مش مكلكعين، خلاص يبقى انا كده تمام. بنزل بالحليب زي ما قلت قبل كده شوية شوية طالما الحليب بتاعي بارد. لو الحليب سخن يبقى بستنى خليط الزبدة والدقيق اللي هو الرو يبرد تماما. انا بقى حطيت نص بصلة كعادتي في البشاميل، انا بحب احط بصلاية، وساعات كمان برشق فيها قرنفل وبحط ورق لورا معاها. انما ده هيبقى بيزك قوي 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 فمش محتاجة كل ده. انا بس حطيت الحليب وحتى ما حطيتش كريمة لو تاخدوا بالكم، وملح وفلفل ورشة جوز الطيب. البتنجان ده بقى خدته زي ما هو كده، حطيته في فويل وشويته في الفرن لحد ما بقى طري خالص بدون اي اضافات. هقشره بعد ما استوى وبرد طبعا، وهطلع القلب بتاعه وهحطه في بولة، وههرس بقى البولة دي. البولة دي لازم تتهرس كويس جدا. ونتبل البتنجان بتاعنا. انا هرستها بالهراسه الاول شويه، بعد كده حسيت الموضوع مش ماشي معايا وحواء كانت عماله تتخانق عشان تلعب، فاديتها كمان هرسه بالشوكه. تبلت بقى البتنجان بتاعي بملح وفلفل وكمون، برضو زي ما قلت لكم الوصفه اساسها تقريبا كمون. بس وبعد كده انا هنا كنت بحط الكمون، ولا حطيت زيت ولا حطيت اي حاجه. هي بس الملح وفلفل وكمون واديتهم تقليبه مع بعض. اثناء بقى ما كنت بعمل كل ده رحت عشان اشوف اللحمه. تقريبا كانت شبه استوت، بس هفضل شايله الغطا علشان البخار اللي فيها والميه دي كلها تتصفى. عصرت نص ليمونه عشان تعمل لي توازن، وبتدي طعم حلو قوي ومزازه بسيطه كده، طعمها رائع، يعني اضافه فعلا حلوه. بس اللحمه بتاعتي استوت والبخار ما بقاش فيها ميه كتير. شوحت بس شويه صنوبر كده على النار، حمصتهم، لو مش موجود طبعا ما فيش مشكله، ممكن اي نوع من انواع المكسرات. بتدي بصراحه طعم في الوصفه شويه حلو. القرمشه مع البشاميل لانه يعني حاجه يعني حاجه ساده مع البتنجان، قوامهم مع اللحمه محتاج حاجه تقرمش فوق. ممكن كمان تقرمشوا شويه او تحمصوا شويه عيش ناشف وتحطوه على الوش فوق، عيش محمص. بيبقى برضو هيبقى برضو طعمه حلو مع مع الوجبه او مع الطبق. اي حاجه كرانشي او اي حاجه مقرمشه من فوق. بس كده رصيت البشاميل، رصيت البتنجان، رصيت اللحمه، رشيت الصنوبر. اكله كانت رائعه، انا عن نفسي كلتها بالشوكه كده لوحدها. فيها كل حاجه، بروتين وخضار ونشويات.
كل حاجة موجودة في الأكلة. أتمنى ان انتوا تجربوها وبجد هتتبسطوا بيها جدا. لو الوصفة عجبتكم نعمل لايك وشير، ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا ليكم. بحبكم، اشوفكم الفيديو الجاي في وصفة جديدة. باي باي.